عليكم كي صبحتوا لاباس عليكم صحيحه لاباس كلشي مزيان. بغيت نقدم معكم واحد الكونفيتور كيجي هائل في المذاق وصحي وبنين. عندي هنايا تقريبا 4 ديال التفاحات منقيين، غنزيد عليهم 2 ديال الليمونات حتى هما منقيين، وغادي نطحنهم مزيان حتى يتطحنوا. الصراحه هاد الكونفيتير كنتمنىكم تجربوه، راه كيجي بنين، كيجمع ما بين الحموضه وما بين الحلاوه وما بين داك الليمون وما بين داك الحامض، كيعطي واحد لوغو اللي هو غزال وفي نفس الوقت صحي بالنسبه للوليدات الصغار للفطور. من بعد ما غادي نطحنوا هاد التفاحات، هاد 4 ديال التفاحات وجوج ديال الليمونات مزيان، غنديروهم في الطاوه اللي غادي نطيبوا فيها الكونفيتور ديالنا. غادي نضيفوا له 2 ديال الليمونات معصرين، هادوك الليمونات عطاوني تقريبا كاس عامر. غنعاود نعمر داك الكاس بكاس ديال الماء، نعمرو بالماء ومبشور ديال داك 2 ليمونات اللي عصرت. يعني قبل ما نعصر داك الليمونات حكيت لهم داك القشره ديالهم. عندي هنا 2 ديال الحامضات منقيين ومطحونين مزول لهم العظم ديالهم. وغندير هنايا 2 معلقات ديال سنيده، 2 سلايف عفوا ديال سنيده، انا قلت لكم 2 معالق ديال سنيده. وغنحركهم مزيان ونديرهم على عافيه مهيله حتى يطيبوا ويتعسنا الكونفيتور ديالنا. ها كيفاش كيجي الكونفيتير، كيجي رائع بزاف وما تشبعوش منه. كيجمع كي قلت لكم ما بين الحموضه والحلاوه وداك الليمون والتفاح، كيعطي واحد المذاق اللي هو رائع بزاف وبصحه والراحه. ونتمنىكم تجربوه، غتوليو ان شاء الله ديما ما كتخطيوهش من الدار ديالكم.